اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين. ازيكم أحلى وأجمل متابعين؟ بإذن الله نهاركم بإذن الله يبقى سعيد ومبارك وكله خير وبركة. هنعمل إيه مع بعض النهاردة؟ إن شاء الله هنعمل مع بعض الزيتون. مين فينا ما بيحبش الزيتون؟ وأول ما ينزل في السوق نجري كده عليه ونجيبه على طول، كلنا أكيد. هنا معايا جبت 3 كيلو من الزيتون، وجبت كيلو ونص من الليمون، ونص كيلو من الفلفل، لزوم بس ايه التحابيش والكلام ده كله يعني بتاع الزيتون. وهقول بسم الله. وخدت الزيتون بتاعي غسلته كويس، وغسلت كل الخضار اللي معايا دوت الليمون والفلفل كله زي الفل، وغسلته غسله كويس. وهقول بسم الله، وهجيب الليمون بتاعي كده واقطعه شرايح. خلاص، عايزه تقسمي الليمونه 2، عايزه تعمليها شرايح على 3 اجزاء، مفيش اي مشكله خالص معانا، كله هيبقى زي الفل. وجبت معايا الفلفل الاخضر ده حامي جدا، ويا سلام بقى لو في كده قرنين حمر، هيبقى المنظر والطعم فوق الجمال. بس عايزه اقول لكم على معلومه، انا طبعا جبت الحاجات دي على اساس اني هصور، فجي طبعا ابني تعب فركنت طبعا التصوير. يعني ركنته مثلا نقوله يوم يوم ونص، فالزيتون اتغير لونه كده معايا حاجه بسيطه. فطبعا لما لونه اتغير اضطريت بقى ان انا اخش واخلله، مع ان فعلا ابني كان تعبان وما كانش ينفع ان انا اقف ولا اعمل اي حاجه. بس بقى طبعا الحاجه غاليه وخفت انها تبوظ، وكمان التصوير كمان ياخد مني وقت. فالحمد لله ربنا اعني، وقلت انزل الفيديو ده معاكم. جيت كده جبت معايا جزرتين كده، بشرتهم بشره كويسه كده، عايزه مثلا تضربيه في الكبه تمام. وبعد كده هسمي الله، واجيب بقى الليمون الزيتون، وهفتحه كده 3 فتحات. مش عايزه تفتحيه مفيش اي مشكله، هيبقى زي الفل. انا عن نفسي يعني ما فتحتوش كله، يعني انا جبت كده كام واحده معاكم، والباقي عملته زي ما هو سليم. بس انا بقولك التفتيحه دي هتخليه حلو قوي من جوه، والتمليحه بتاعته والتطعيمه توصل له وتبقى زي الفل. هي مش هتفرق معانا في حاجه خالص. وخلاص كده قطعت الفلفل معاكم زي ما انتم شايفين، والليمون والجزر، وكان معايا العصفر وحبة البركة، ومعايا ملح خشن، وكوباية كبيرة عصرتها من الليمون. خلاص، بصي حضرتك الكمية اللي انت عايزاها من الليمون حطيها ان شاء الله يا رب. بصي ممكن تجيبي 2 كيلو 3 كيلو من الليمون عادي، اعصريهم وحطيهم. بس انا من رأيي ان الليمون كتير او قليل دي مش هي يعني الحاجة الاساسية في التخليل بتاع الزيتون. تمام، متفقين. دي كده معايا كانت حزمة من الكرفس، هقطعها وهنزل بقى، هجيب طبق حلو كده، هنزل بقى بالليمون الشرايح والفلفل اللي انا خرطته والكرفس والعصفر وحبة البركة. كل الحاجات دي كده هحطها في طبق واحد، وهجيب كده معلقتين من الملح الخشن وهحطهم كله على بعضه. هعمل كده خلطة جهنمية جميلة. يعني عايزة اقول لكم الخلطة دي بس كده تتغمس لوحدها كده وتتاكل اكل. طبعا بقى عشان طبعا الفلفل حامي جدا مع الملح مع كل الحاجات دي مع الليمون، فعايزه اقول لكم انا عندي حساسيه فما بقدرش المس الحاجات دي خالص. وكمان هحط كده حبه من البابريكا يدوها كده لون حلو بدل الشطه. يعني انا جيت احط شطه فقلت لا بقى عشان الموضوع ما يبقاش حامي قوي، فحطيت حبه كده من البابريكا بدال الشطه. طبعا لو عندك بقى فلفل من الاحمر ده لو خرطيه هيبقى حلو جدا، لكن انا ما كانش عندي وصورت كده التصوير ده. كنا كده يعني في وقت ما فيش حد يروح يجيب لي فلفل ولا حاجه، كل الولاد بقى كل سنه وانتم طيبين، اللي في اللي في الدروس واللي بيجيب ملزمه واللي بيصور مش عارف ايه. فالولاد كانوا بره، فما كانش فيه غير بنتي ومش هينفع طبعا تنزل، فيلا الله المستعان. المهم يعني لو عندك كده قرنين فلفل حمر خرطيهم، وهنزل بقى كده بالزيتون على الخلطة الجميلة الحلوة القمر دي. شايفينها بقى وشايفين الجمال؟ الله الله على الريحة بقى وانا واقفة، حاجة كده يعني انا كنت عايزة نفسي اكل منه في ساعتها، بس اعمل ايه؟ هو الزيتون التفاحي عموما بيقعد معاكي من 15 ل 20 يوم وتلاقيه استوى وزي الفل. عايزه تجيبي الزيتون العزيزي حلو قوي وهيبقى جميل. جبت كده انا معايا لترين من الميه، حطيت عليهم، يعني هقول لحضرتك على حاجه، لتر الميه عليه 4 معالق، لترين الميه عليهم 8 معالق. كل ما هتزودي الميه هتزودي الملح. تمام كده. وجبت كده شويه من الليمون اللي انا عصراه مع معلقتين 3 من الخل،
وكمان كنت حاطه في الخلطه برضو حوالي معلقتين 3 من الخل، قولي تقريبا ربع كوبايه من الخل. وهنمسك بقى ايه الملح الخشن ده لازم يتدوب الاول ماشي معايا في الميه قبل ما تنزلي بيه على الزيتون في البرطمان. خلاص تمام كده، متفقين. وصلتي بقى لحد هنا، حطي لي احلى لايك وادعي لي دعوه كده من قلبك، واكتبي لي كومنت حلو وصلي فيه على النبي. وان شاء الله باذن الله جربي الطريقه دي بتاعتي من زمان ما بغيرهاش، مرتاحه فيها جدا وبطلع احلى زيتون. خلاص معايا ايه بقى، جيت كده جبت البرطمان غسلاه زي الفل. هو كده البرطمان ده كان موجود عندي، بيشيل حوالي 3 كيلو برضو من الزيتون او من الليمون. خلاص وهمسك بقى احط كده الفلفل الاول من تحت، نعمل ارضيه حلوه كده تدينا شكل حلو. بصوا بقى، وهاخد كل الحلويات اللي في الطبق دي وهنزل بقى بيها في البرطمان، لاني معرفتش احط العصاره اللي نزلت دي علشان في حاجز كده فوق مني على طول فوقيه وانا بصور، فمعرفتش احط منه. ففضيت كله يعني في البرطمان، وهاجي كده اسمي الله واحط بقى كل ده الزيتون بتاعي كده زي ما انتم شايفين بالفلفل بالخلطه الجميله دي. حاجه كده جميله. الزيتون التفاحي ده يا جماعه احلى زيتون، انا يعني بحبه جدا بعشقه. فيعني في انواع كتير من الزيتون، بس هو ده اللي انا برتاح له، وهو ده اللي طعمه حلو قوي، حتى ولادي كمان بيحبوه. يعني لو خليت اي نوع تاني ممكن ما حدش في البيت ياكله غير عدد معين مننا، لكن التفاح ده ولادي كلهم بيحبوه بصراحة. ومش هتندمي خالص لو اول مرة تجيبيه، هاتيه مش هتندمي ابدا. هيبقى معاكي، بصي معاكي من شهر ل6 شهور ممكن، يعني ان شاء الله كمان على رمضان يقعد معاكي. وهعبي بقى البرطمان بتاعي وابدا اكبس فيه خلاص كده. حاولي على قد ما تقدري تملي البرطمان وتكبسي وانتي بتحطي. انا طبعا الفراغات دي بحط فيها الفلفل اللي فاض معايا، لو عايزه حضرتك تزودي فلفل اكتر تشيليه خالص من الوصفه، مش هيفرق خالص معاكي، هو مجرد انه هيدي ريحه حلوه وتطعيمه حلوه. وكده خلاص بقى قلعت الجوانتي من ايدي، وهبدا بقى ايه، نزلت كده بحبه برده تاني من الليمون، خلاص بحيث ان الكوبايه الليمون كلها انا هضيفها. وبعد ما دوبت الملح مع كام معلقه كده من الخل، طبعا الخل مش هيهريه ولا اي حاجه، بالعكس ده هيديه مزازه وهيديه طعم حلو ومش هيعجل في سواه ابدا. خلاص يعني الخل الناس اللي بتقلق منه لا ما تقلقيش منه. زي ما انتم شايفين مليت البرطمان خالص على حد الميه، ما غطت معايا الزيتون او اي حاجه بتخلليها. هعمل ايه بقى، هحط كده طبقه من الزيت علشان يعمل عازل تماما ما يدخليش اي هواء. وانت كده بتعبيه حاولي يعني تخبطي على البرطمان بايدك لو في هواء يطلع، الحركه دي مهمه جدا. وبعد كده بقى عندي قشر ليمون مش هرميه، القشر الليمون ده اللي انا عصرته اساسا وخدت الميه بتاعته. وبعد ما احط القشر الليمون، حتى لو لا قدر الله لو طبقه فسدت منك، القشر اللي على الوش ده هيترمي ومش هنبقى خسرنا اي حاجه. خلاص بما ان بقى الزيتون السنه دي نازل ب 30 جنيه وب 25، فالحاجه غاليه والله المستعان. هجيب كده بقى، كان عندي المفروض اجيب كيس بلاستيك اللي هو التلاجة عادي بس ما لقيتش، فقلت خلاص هغطيه بورقه من الاسترتش وهغطي بقى خلاص كده واقفل عليه كويس. وانسي بقى الليمون ده باذن الزيتون ولا ايه مش عارفه، بيني وبين الليمون عمار. هتحطيه بقى كده وتنسيه في رف عندك، بس ما تحطيهوش منك للرخامه علشان لو اتدلق منه ميه او زيت او اي حاجه ما يبهدلش الرخامه. حطيه في قلب طبق وسيبيه. والسلام عليكم ورحمه الله، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.